السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم زينب من قناة شهوة زينب في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم من بين التحضيرات الرمضانية. أول فيديو إن شاء الله غادي يكون في القناة ديال التحضيرات، وهو الزميطة أو لا السفوف أو لا سلوك، الواحد كيفاش كيقول له، اللي كيجي زوين ومعلك ومقوم مزيان بطريقه اللي مختصره وسهله وبسيطه. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وتكملوا حتى الاخير وتشجعوني بلي لايك ديالكم وكذلك التعاليق ديالكم. واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره نتمنى انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد كنحطو. وان شاء الله غادي نستمر معكم في التحضيرات الرمضانية، فنبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي هنا 3 كيلو ديال الدقيق الابيض الفرث اللي حمرته وغربلته وحيت منه دوك الحبيبات، وبقات ليا تقريبا 2 ديال الكيلو وشي غرامات فقط صافي. وعندي هنا كيلو ديال اللوز حتى هو اللي فسخته وقليته كما غادي تشوفوا معايا. غادي نبدا معكم كل مرحله بوحديتها. غادي ناخذ اللوز وغادي نطحنو. بالنسبه للطحنه اللي الاولانيه غادي نعلق فيها اللوز، والطحنه الثانيه لان داك الكيلو غادي نقسمو على جوج، النص غادي نطحنو مزيان والنص غادي نهرمشو باش يجيوني الحبيبات ديالو باينين في الزميطه ديالنا ملي نخلطوها. صافي كنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى كنطحن الكميه، نصف الكميه عفوا اللي عندي ديال اللوز. واحد الملاحظه بالنسبه للدقيق، ممكن ديروا الدقيق الكامل، ممكن ديروا دقيق الشوفان، كل واحد فاش كيرتاح. انا ما تيعجبنيش، ما كنقدرش عليه، تيجيني بحال الحرش. اللي كيبغيه يديرو، يعني بالنسبه للدقيق فانتم حرين، اي واحد ترتاح شي حاجه يديرها، غير يحمروا مزيان وصافي. من بعد انا كناخذ نصف الكميه الثانيه ديال اللوز وكنهرمشو بهذه الطريقه هذه حتى كنساليها، وعاد كندوز للزنجلان باش نطحنو حتى هو. فبالنسبه لي انا الطريقه هذه معتمده عندي من شحال هذه هي الطريقه باش كنخدم. وبالنسبه للطريقه ديال التحمار في الكوكوط دابا نخلي لكم الرابط ديالو، راه سبق لي حطيته، دابا نوريكم كيفاش. صافي. ومن بعد هنايا كما شفتوا ما هرمشت مزيان اللوز، غادي ندوز للزنجلان. بالنسبه للزنجلان عندي 2 كيلو، ناقصه منها غير شي نص كيلو بحال هكاك اللي ناقصه، يعني دايره كيلو ونص اللي دايره ديال الجنجلان. حتى الجنجلان كذلك ومثال، النص غادي نطحنو والنص غادي نخليه صاين كما قلت لكم باش ملي نخلط الزميطه يبان ليا القوام ديال الزنجلان وديال اللوز فيها. صافي. من بعد ما ساليت نصف الكميه بالطحين، فغادي نزيد الكميه اللي قلت لكم صاينه كما تشوفوا بهذه الطريقه هذه. علاش انا علقت شي شويه اللوز مع الجنجلان في الاول؟ باش يطلقوا لي اليدام ديالهم ملي نكون كندعق فيهم. دابا غادي ندوزو للزرارع. بالنسبه لي هنايا عندي 3 ديال المعالق كبار من نافع البستاني. ونافع البستاني اللي هي اللي كتكون عنده الحبه ديالها خضراء. بالنسبه لي انا كندير النافع البستاني والنافع البلدي كذلك. ومثال النافع البلدي كندير منه 2 معالق فقط، الا كثرتو تيعطي المروره هو حبه حلاوه. وحبه حلاوه كذلك حتى هي 2 المعالق كبار ونص اللي درت ديال حبه حلاوه. وبالنسبه للقرفه غادي ندير 3 ديال المعالق كبار ديال القرفه. انا كنعطيكم مقادير اللي مضبوطين تماما داكشي اللي درتو. صافي. من بعد هنايا غادي ندير قبيصه ديال الملحه، ضروري من الملحه باش كنوازنوا الذوق. الزميطه ملي ما كدارش فيها الملحه كتجي بحال لا غير حلوه، ما كتعطيش واحد لوغ زوين ما بين واحد القريصه كتجي هكايا مهرسه بديك الحلاوه. صافي. من بعد هنايا خديت شويه ديال السكر ودرت معاه المسكه الحره وطحنتهم. ونسيت ما قلت لكم درت معلقه صغيره ديال الكوزه، راه هي باينه في الفيديو، هي ما عاد ذكرتها دابا. من بعد هنايا ما ساليت هذا القوام كامل غادي نبقى كنخلط فيه مزيان عاد باش غادي ندوز للسكر نضيفو بطبيعه الحال اللي مغربل. كما تشوفوا معايا هنايا غادي نحاول نخلط هذاك الدقيق مع المكونات اللي ضفت
صافي. من بعد هنايا عندي سكر ثقيل ولا سكر بودره. انا هذا هو النوع اللي كنستعمل، هو سكري نوع ممتاز، ما كيكونش فيه حتى داك الحب اولا داك الكريكيبات اللي كيكونوا في السكر كلاصي. يعني باش تعرفوا ان السكر كلاصي نوعيه جيده. بالنسبه لي انا هزت ليا نصف كيلو ما كاملش ديال السكر، تيبقى السكر على حسب اختياركم. هو داك نص كيلو كندير منه شويه وكنبقى تنغربل وتنخلط وكنذوق، وعاد كنبقى تنزيد شويه بشويه حتى كنحصل على الحلاوه اللي انا باغاها. كما تتشاهدوا معايا هنايا غادي نبدا تنخلط مزيان مزيان باش يندمجوا العناصر. عاد ندوزو باش نخلطوها. باش كنخلطها انا بالزيت والزبده، سواء الزيت اللي كتقليو فيه اللوز، سواء غادي طيبوا الزيت وغادي تضيفوا معاها الزبده حتى تولي بيغ باش يتحيد منها هذاك الحليب اللي كيكون فيها، باش ما يخسرش لكم حتى الزميته ويعطيكم واحد المذاق اللي من بعد ما زوينش. صافي. من بعد هنا كنبقى نضيف شويه بشويه حتى كندخلها مزيان في الزميته تنشوف واش كافي او لا ما كافيش. بالنسبه ليا شحال خدا ليا، درت هنا نصف لتر ديال الزيت في 400 غرام ديال الزبده لنوعيه جيده طبعا، وفي الاخير ما كفاتنيش وزدت واحد شويه ديال الزيت. صراحه درت غير عيني ميزاني، وزدت تقريبا واحد 200 غرام ديال الزبده حتى هي نفس الطريقه. سخنت الزيت حتى طاب شويه ودرت عليها الزبده، قلت لكم حتى ولات بيغ تتحيدت منها هذاك الماء ديالها وتحيد منها داك الحليب. صافي. من بعد من هنايا كما تشوفوا كنبقى تندعقها مزيان. هنا في الفيديو غادي يبان لكم سرعته، ولكن في الواقع خدات مني وقت وخدات مني مجهود صراحه باش دعقتها، وكاين اللي كيديرها في العجانه. صافي. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كما كتشوفوا كتجي معلكه وكتجي بنينه وزوينه، والطريقه كتختلف كل واحد كيفاش تيبغي يديرها. يعني انا شاركت معكم الطريقه ديالي اللي كنديرها والحمد لله يعني اللي دقه كتعجبو. فنتمنى انها تكون الوصفه عجبتكم ويكون كل شيء واضح ومفهوم. فانا غادي نخلي لكم الروابط ديال الزميته اللي كنت درت في السنوات الفارطه، وغادي نخلي لكم الطريقه ديال التحمار ديال الدقيق. كلشي عندي في القناه ان شاء الله غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. هكا كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، فنتمنى انكم تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش هكا تعم الفائده. فان شاء الله غادي نحاول ديما كنقولها لكم، ولكن ان شاء الله هذه المره يعني بصدق غادي نحاول نكمل معكم في التحضيرات الرمضانيه، وكذلك غادي نقترح عليكم بعض الوصفات او المملحات ان شاء الله اللي غادي تقدر تفيدكم في هذا الشهر العظيم ان شاء الله. ونتمنى انه يدخلوا عليكم بالصحه وبالرزق ان شاء الله والتيسير. وهكا كان الفيديو ديالنا، ما بقى لي نودعكم ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.